في صعيد مصر، حيث امتزجت الحضارة بالبساطة. كانت أخميم المدينة التي تغزل الزمن بخيوطها. هنا منذ آلاف السنين بدأ حكاية النول، أداة صغيرة صنعت أمجاداً عظيمة. كان النسيج في عهد الفراعنة يتجاوز كونه حرفة. كان فناً مقدساً يصنع من الكتان لينسج الأقمشة التي تلف أجساد الملوك والمومياوات وتزين المعابد والقصور. لكن أخميم ظلت مركزاً للإبداع. وفي العصور الإسلامية اكتسبت شرفاً عظيماً أن تكون مصنع كسوة الكعبة بين دعواتهم وأيديهم التي تحيك بمهارة. كانت تصنع الكسوة، كل غرزة تحمل الإتقان، كل قطعة تعكس الإيمان. القافلة تنطلق من أخميم ومعها تحمل رائحة النيل وروح الحرفيين المصريين. تعبر المدن والقرى لتصل إلى مكة المكرمة. واليوم لا تزال أنوال خميم تدور، تحمل إرثاً لا يزول. الحرفيون هنا ينسجون ليس فقط الأقمشة، بل أيضاً قصة مدينة صنعت التاريخ بخيوط من ذهب